بزاف منكم بغاو وصفة البرونيس. هاد الوصفة غادي نحتاجو فيها 150 غرام ديال الزبدة. كديروا الزبدة الحيوانية او الزبدة النباتية، كيبقى لكم الاختيار. صراحة هاد البرونيس كيجي لذيذ وغزال وفي نفس الوقت سهل في التحضير، وصراحة تيوجد دغيا دغيا، وخصوصا الوليدات كيحماقوا عليه. المهم كناخدو 150 غرام ديال الزبدة، كيبقى لكم الاختيار حيوانيه ولا نباتيه. كديروها في حمام مريم الذوب او ديروها في الميكرو اوند، كيبقى لكم الاختيار. من بعد ما دابت ليا هنايا، ما دوبتهاش بزاف حيت عاد غادي نضيف عليها 200 غرام ديال الشكلاط الكحل. اللي يكون من الاحسن الا كنتو من النوع اللي كيعجبكم الشوكولا، كتكون مره. خدموا بالشكلاط اللي كيكون فيه 70 حتى ل 80% ديال الكاكاو المر. وإلا كنتو كيعجبكم الشكلاط يكون خفيف شويه، كتستعملوا بحال هاد الستيل اللي درت انا ديال 50% ديال الكاكاو. هنا كنحاول نخلط داك الزبده مزيان مع داك الشكلاط، وتنرجعوا الميكرو اوند او ديروه على حمام مريم. من بعد ما كيذوب لكم، كتحاولوا في هذه المرحله تنسجموا مزيان داك الشكلاط مع الزبده، حتى كتحسوا على واحد الخليط اللي كيكون منسجم، وكتخليوه على جنب يدفى. هنا كتاخدوا 3 ديال البيضات، كيكونوا على درجه الحراره ديال المطبخ، اللي ضروري يكونوا ما باردينش باش كيطلع معكم. كيذوبوا دغيا، وفي نفس الوقت الكيكه كتنجح معكم. وإلا كنتو مثلا مزروبين، حاولوا خرجوهم بعدا غير ب10 دقائق قبل ما تستعملوا هاد الوصفه. من بعد ما كندير 3 ديال البيضات، كنزيد ساشي ديال الفاني و150 غرام ديال السنيده. هنايا كنطرب مزيان. السر اللي غادي نعطيكم ديال هاد البغونيز، اللي بزاف منكم كيسولوني كيقولوا لي علاش كيجيك البرونيز من الفوق كيكون عندك واحد الطبقه مقرمشه، بعض المرات ما كاين اللي ما كتجيش. السر وهو تطربوا مزيان البيض مع السنيده حتى حتى كيذوب لكم داك السنيده، وكتبيض لكم هذاك الخليط ديال البيض. كيبيض كيولي على شكل لاموس. هذا هو السر. ما ديروش ما تخلطوش هكا غير دغيا 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 وتخلطوا الخليط وتديروا الكيك يطيب. لا، ضروري السنيده تذوب لكم بحال كيف ما كتشوفوا درت انا. من بعد صافي، هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه. حصلت على البيض ولا اللي بحال شكل لاموس. من بعد زيدت قبيصه ديال الملحه، تقدروا تزيدوها من الاول مع السنيده، انا نسيت. وكتزيدوا 60 غرام ديال الدقيق. 60 غرام ديال الدقيق يكون ضروري مغربل باش ما كيتحببش ليكم في الخليط. من بعد كنخلطوا هذاك الدقيق مع داك البيض اللي طربنا مزيان حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون منسجمه. غادي نخلي لكم الوصفه والمقادير في صندوق الوصف باش تجيكم بالطريقه والمقادير سهلين. هنا صافي، بعد ما حصلت على داك اسمحوا لي، خلطت داك الدقيق مزيان مع داك البيض. هنا غادي نضيف الشكلاط ضروري يكون برد لكم. عندكم ديروا الشكلاط سخون، راه غادي يطيب لكم داك البيض وما غاديش تنجح معكم الوصفه. ضروري كتخليو الشكلاط حتى يدفى تماما او حتى كيبرد. صافي، هنايا غادي تخلطوا هذاك البيض اللي درنا مع الدقيق اللي طربنا مع داك الشكلاط. المهم راكم شفتوا المراحل. وهنا كنكون شعلت الفران على 180 درجه، كنخلي يسخن الفران ديالي مزيان. من بعد غادي ندخلو الكيك ديالي وغادي نخليه من 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. الا كنتو من النوع اللي كتبغيو البغونيز يجيكم معلك من الداخل، يكون باقي داك الشوكولا كتذوب من الداخل واحد شويه، كيجي شويه معلك، كتخليوه 15 دقيقه. بغيتو البغونيز ديالكم يجيكم شويه عادي، ما يكونش زعما ديك التعليكه فيه التعليكه بزاف، كتخليوه 20 دقيقه الماكسيموم حتى 25 دقيقه لا اكثر. انا هنا خديت المول العادي، هذاك المربع اللي كيكون مثقوب، ودرت له ورق الزبده، ومن بعد شديته بالبابي الومنيوم باش يبقى شاد معايا. هذا المول هذا فيه 20 سنتيم على 20. تقدروا ديروه نتوما في اي مول عندكم، مربع ولا مدور، غير هو مربع كيجي زوين باش من كتقطعوا الكيك ديالكم او البغونيز ديالكم كتجيكم تقطعه زوينه، وفي نفس الوقت ما تيضيعوش لكم داك الجناب. صافي، هذه هي الوصفه. صراحه كتجي صراحه سهله
ولذيذه وتيبغيوها الدراري بزاف وحتى الكبار الصراحه. غير هو من غادي تخرجوه من الفران بعد ما غادي يدوز كي قلت لكم 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه حتى ل 25 دقيقه على حسب نوعيه الطياب ديالكم كيف نتوما باغيين. كتخليوه حتى يبرد تماما، يبرد مزيان، عاد ديموليوه وديروه في الطبسيل ديالكم وبالصحه والراحه. وكنتمنى هاد الوصفات نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله ترقبوا وصفات جدادين ان شاء الله. واسمحوا لي كنتعطل عليكم وكنبخل عليكم على الوصفات اللي كتقولوا لي بغيتوهم. صراحه غير الوقت ما عنديش. ان شاء الله غادي نحاول ندير في جهدي، وغادي نحضر معكم داك الوصفات اللي تطلبوا لي بزاف كتخليوهم لي في الانستغرام. وشكرا على الدعم ديالكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسلام عليكم.